حاجة مهمة ما كنتش واخد بالي منها خالص. ازيك؟ انا فاكر وانا صغير لما كنت باجي من المدرسة وافتح الكمبيوتر بتاعي عشان العب عليه، كان الكمبيوتر بتاعي بيفتح في نص ساعة ويمكن اكتر كمان. والغريبة ان في مرة من المرات رحت لواحد صاحبي كان جاري، رحت العب معاه لقيت الجهاز الكمبيوتر بتاعه سريع وشغال تمام ومفيهوش اي مشاكل خالص. فضلت افكر واستغرب هو ايه الفرق بيني وبينه، لحد ما عرفت ان هو كان اس اس دي وانا اتش دي دي. ايه بقى الكلام ده وايه الفرق بينهم؟ الاتش دي دي ده الهارد بتاعك القديم، هتلاقيه كبير كده وشبه الشبشب. ده كان عبارة عن اسطوانة بتلف وفي كده زي بوينتر او عصاية بتشاور على الاسطوانة دي، وكانت كل نقطة موجودة في الاسطوانة دي بيبقى فيها الداتا بتاعتك، افلام برامج العاب ايا كان. كانت بتشتغل بحركة ميكانيكية، فكانت بطيئة جدا في ان الجهاز بتاعك يعرف يقرا المعلومات دي كلها. اما الاس اس دي ده التحديث بتاعه، ده برضه هارد ولكن شغال بنظام الميموري، شباية كده كبيرة وفيها اكتر من ميموري صغير جنب بعض. عارف انت الميموري بتاعتك اللي بتحطها في الموبايل بتاعك الصغيرة خالص دي، الاس دي الصغيرة دي هي دي، شبهها كده بتتحط في شباية كبيرة. طبعا المرة دي المساحة بتاعتك ما بقتش بتشتغل بحركة ميكانيكية، بقت بتشتغل بحركة إلكترونية كهربية، وده أسرع بكتير من الهارد العادي الكبير قوي ده. وده ببساطة الفرق بينهم. قول لي بقى أكتر مشكلة واجهتك في مساحة التخزين بتاعتك، وإيه نوع الهارد بتاعك، هل هو هارد ولا اس اس دي؟